السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده النهاردة عشان نقول كلمة حق. احنا مش عاملين الصفح دي عشان نقبض من التوكيلات زي ما الناس بتقول، والله يا ربنا اللي يعلم. ولا بنقبض من التوكيلات ولا احنا اصلا مشهورين ولا اي حاجة. احنا بنحب العربيات فبنتكلم مع الناس في العربيات وندردش. لو انا اعرف حاجة بقولها والمتابعين ساعات بيعرفوني حاجات انا ما اعرفهاش، فاحنا بنتكلم مع بعض. فانا منكم وانتم مني، فانا بعمل الفيديو ده عشان اقول كلمة حق قدام ربنا واتضامن مع الست المحترمة صاحبة المشكلة اللي استلمت العربية من التوكيل. يعني السؤال الاول، هي جابتها من المعرض ولا التوكيل؟ لا، هي جابتها من التوكيل نفسه. يعني هي دي الكارثة. لو جابتها من المعرض خلاص، انما هي جابتها من التوكيل، استلمت العربية من التوكيل. وطبعا اكبر غلطة الست عملتها ان وهي بتستلم العربية كانت مبسوطة. يعني ده رد الوكيل، ان يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ مخبوطه ازاي؟ ده الست وهي بتستلم العربيه كانت متصوره وبتضحك. يا جماعه ده نصيحه، اول نصيحه هنتعلمها النهارده من المشكله، ان حضرتك اما تروح تجيب عربيه جديده، اللي هو اما ربنا كرمك وحققت حلم حياتك اصلا او حلم من احلامك، وانت بتستلم العربيه اوعى تنبسط او تضحك، خليك حزين وصور صوره وانت عامل رياكشن بتعيط ومتضايق ان انت بتستلم عربيه جديده. فدي اول نصيحه. الست ان شاء الله حقها جاي. يعني ما بنعملش الفيديو ده عشان نقعد نطبل ولا نتكلم، لا احنا على الحياد زي ما احنا قلنا. ولكن انا اتواصلت مع صاحبة المشكلة وشفت حاجات جديدة ظهرت، والناس اللي كانت بتقول ان الست ممكن تكون خبطت العربية، فناس قالت هي هتلحق تخبطها في 4 ايام. واحد رد قال تخبطها عادي، تخبطها في يوم وتصلحها، مفيش مشكله. طب هي هتلحق تجيب قطع غيار؟ هو اما العربيه بيحصل فيها مشكله بنعرف اصلا نجيب قطع الغيار في شهر اما هنجيبها في يوم؟ قال لك عادي تجيبها وترشها وتعملها. واما لقيت نفسها خبطتها فرجعت للتوكيل وقالت له انا عايزه عربيه جديده. طيب الست استلمت العربيه 4 ايام بالظبط، منهم يومين راكن عندها في الجراج بتاعها في البيت. الجراج فيه كاميرات طبعا، النيابه العامه مشكورين وسياده النائب العام وجهاز حمايه المستهلك، كل دول على قدر كبير من الثقه والامانه فرغوا الكاميرات بتاعه اول يومين. وتاني يومين خدت العربيه وديتها مركز عشان تعمل فيلم حمايه. العربيه وقفت يومين في المركز، الراجل بتاع المركز طلع اتكلم وقال يا جماعه احنا لما بنيجي نعمل فيلم حمايه بنستلم من عميل العربيه، العميل هيسيب العربيه هتبات في المركز، فبنستلم منه العربيه بالورقه والقلم، والعربيه مخبوطه العربيه معموله عشان ما يرجعش بعد كده يقول انتوا عملتوا حاجه فيها. وطبعا عشان ما يشدش فيلم الحمايه والعربيه اصلا فيها شغل، فيعرف العميل. فهو بيكشف فوجئ ان الكبوت كله مرشوش، وقف الشغل وعرف العميل، عمل له وقف الشغل. وجاله لجنه من التوكيل كشفت على العربيه واتاكدت ان الكبوت مرشوش. طبعا خلال العربيه وقفت يومين، هي 4 ايام، يومين في البيت فرغوا الكاميرات ولقوا العربيه موجوده، يومين في المركز فرغوا الكاميرات زي ما انتم شايفين، والعربيه فضلت اليومين في المركز لحد ما الست خدتها والتوكيل جه كشف عليها وخلاص اتاكدوا ان العربيه دي رش. فدول ال4 ايام الحمد لله الست معاها ما يثبت ان ال4 ايام هي العربيه ما اتخبطتش منها، والعربيه كانت واقفه بالتواريخ والساعات. والنيابه رفعت كل الفيديوهات وبيتم التحقيق على شكل كبير جدا جدا. والموضوع ده بالذات متاخد على على مبدأ الجد قوي قوي، مفيش هزار. يا ريت الموضوع ده بقى يعلمنا حاجه مهمه قوي، ان نظريه شقلب وقلب اللي احنا عايشين فيها دي يا ريت تنتهي بقى خلاص. احنا بنشوف ناس بينقل العربيه الزيرو من التوكيل للمعرض وهو سايقها على الدائري، فاكك عدات السرعه وفاكك العدات بتاع الكيلوهات، وماشي بالعربيه 170 على الدائري، ولا فارق معاه العربيه لسه زيرو بتلين، ولا خايف على اللي هيشتري العربيه يعمل له مشكله في المكنه والعربيه لسه بتلين، ولا فارق معاه، ماشي على 170. ويا باشا اللي هيستلم يبقى يلبسها بقى، مش قصتنا. كل حاجه رساله للتوكيل، هو ليه البيان اللي ملوش لازمه اللي طلع؟ ليه ما ندعمش الست؟ ليه ما نقولش ان احنا هنفتح تحقيق موسع وهنراجع كاميراتنا وهنشوف ايه اللي حصل؟ ليه ما نتضامنش معاها، خصوصا ان هي ما رخصتش اصلا وما عملتش حاجه؟ بدل لها العربيه يا اخي وريح دماغك من المشاكل دي كلها. كتوكيل هيفرق معاك ايه؟ عربيه زي دي لسه طالعه جديده وبعيد عن انها 1000 سي سي، فاحنا بنقول ان عربيه جديده وعايزين نعمل لها شغل عالي. انا فاكر جيتور اول ما نزلت كان توكيل نور الدين الشريف المحترم، حد راح يعمل صيانه ال1000 عملوا له مشكله في الموتور، الراجل اتضايق
التوكيل غير له العربيه وادى له عربيه جديده. يعني قالوا له هنصلحها لك، قال لهم لا انا عايز عربيه جديده، عربيه لسه جديده، ادى له عربيه جديده. ما ريحتش المشكله ليه وانت غالبا عارف ان المشكله حصلت عندك؟ يمكن التوكيل الام ما يعرفش، ويمكن المشكله دي اتخبطت منهم في المخزن، والمخزن مع بعضهم والمكان مع بعضهم داروها وحلوها وخلصوا المشكله، والمديرين بتوعهم الكبار ما يعرفوش. ممكن. فليه ما تتحرش الدقه في الموضوع؟ ليه طالع ببيان على طول ملوش اي لازمه بتتكلم؟ طب ايه اللي هيحصل الفتره الجايه ان شاء الله لما يظهر الحق؟ ولو الست طبعا لو التوكيل طلع هو الصح هيرفعوا عليها قضيه وهيطلبوا تعويض عن اللي حصل، فده المبدا الاول. طب الست اللي احنا ان شاء الله مقتنعين ان هي صح، ايه اللي هيحصل؟ بيبقى حضرتك ليك 3 اختيارات. الاختيار الاول يا اما التوكيل بيعرض عليك ان انت تخلي العربيه معاك ويعمل لك تخفيض، يعني انت اشتريت العربيه فالتوكيل بيعرض لك ان انت تاخد 40 50 الف جنيه من مبلغ العربيه، يبقى انت اشتريتها ارخص 50 الف جنيه وبتوافق على كده على حسب حريتك. طب ايه الاختيار الثاني؟ الاختيار الثاني ان انت ترجع العربيه للتوكيل وتاخد فلوسك كلها زي ما هي. اخر حاجه في الاخر ان هو هيديك عربيه جديده نفس الماركه لو الراجل نفسه او الست نفسها موافقه انها تاخد عربيه نفس الماركه. وطبعا اشك في الموضوع ده، هتاخد فلوسها ومش هتجيب العربيه دي تاني او مش هتتعامل مع البراند ده تاني. طيب ما ينفعش الموضوع يخلص على كده. يعني بعد اللي حصل ده كله وبعد البيان اللي طلع، قلنا لو التوكيل هو اللي صح هيرفع عليها قضيه ومش هيسكت، مش هيسيب حقه طبعا. طب لو الست بقى هي اللي صح، ايه اللي هتعملوه معاها؟ هل هتكتفوا بحاجه من ال3؟ يا تدوها عربيه تانية، يا تدوها فلوسها، يا تدوها مبلغ تعوضوها عن المشكله اللي في العربيه. مش هينفع يخلص الموضوع على كده بعد اللي حصل. لازم اجراء مش من الست بقى نفسها المحترمه، اجراء من الدوله نفسها، من جهاز حمايه المستهلك ضد التوكيل اللي حصل منه المشكله. ولازم يتخذ اجراء، ما يخلصش الموضوع على ان احنا اسفين وهنفتح تحقيق وهنشوف مين اللي غلطان. لا مش هينفع. النظريه الكسكسي اللي احنا عايشين فيها دي مش هينفع تخلص على كده. لازم ننهي الموضوع ده، لازم يبقى فيه اجراء حاسم، عشان ما ينفعش انقل عربيه جديده بالطريقه اللي بتتنقل بيها في مصر. لازم ناخد اللقطه دي ونبتدي ناخد حقنا كويس. الست لازم ترفع تعويض على التوكيل عن اللي حصل، والقضاء المصري قضاء محترم وحقها هيرجع. فاحنا بنعمل الفيديو ده عشان ندعمها ونقول ان احنا معاها لحد ما الحق يظهر. لو الحق ظهر والست طلعت غلطانه هنعمل ايه؟ هنعمل فيديو زي ده وهندعم التوكيل وهنقول ان احنا كنا غلط والتوكيل لازم ياخد حقه. ولكن لو طلعت صح في كلام كتير قوي هيتقال بعد كده. وطبعا المشكله دي بتعلمنا درس كبير قوي اللي الناس كانت بتتريق علينا فيه. اما بنقول حضرتك وانت رايح تستلم عربيه جديده او مستعمله مفيش شك ان انت هتكشف عليها وتفحصها وهتعمل كل حاجه فيها. انما كنا بنقول وبننبه ان حضرتك وانت رايح تشتري عربيه جديده من المعرض او من الوكيل، بص على العربيه كويس، اكشف على العربيه كويس، لف حوالين العربيه لفه بعينيك وبالنظر، هتقدر تعرف العربيه دي عامله حادثه ولا لا. طبعا مش انت تجيب حد معاك بيعرف يكشف، حد عنده خبره، حد في الصنعه يعرف يبص على العربيه، انما حضرتك بنفسك مش هتعرف حاجه. يعني الناس كشفوا على العربيه قبل ما تركب فيلم الحمايه بالاجهزه وعرفوا. فلازم تكشف على العربيه كويس حتى لو بتجيبها من التوكيل. ما تعتمدش على ان ده التوكيل ويا عم ما في، لا هو ده التوكيل يا حبيبي. اكشف على العربيه كويس، فلوسك انت تعبان فيها وشقيان فيها مره واثنين وثلاثه لحد ما تتاكد ان العربيه تمام. لو في اي اسئله او اي اراء او اي حد حصل عنده نفس المشكله سواء مع التوكيل ده او اي توكيل تاني، طبعا ما شاء الله التوكيلات كلها معظمها عندنا يعني في الحلاوه خالص، سيبونا في الكومنتات عشان نتناقش مع بعض في الموضوع ده. معنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.